روتين يوم كامل بالبينك. بس لو بدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبدأ. شكرا جدا يا جماعة على الكومنتات التحفة بتاعتكم اللي بتشجعنا جدا. طب يا جماعة، انتوا اكتر فيديو بتطلبوه مننا هو تحدي يوم كامل بلون معين. طلبتوا من الاحمر، الاخضر، الازرق، كل الالوان، واحنا قررنا نعمل بينك. اخترنا البينك عشان مش عارفة، لان لون البينك ما فيش منه حاجات كتير لونها بينك. فالنهارده هنعمل اليوم كله باللون البينك. هنلبس بينك، هناكل بينك، هنعيش بالبينك. وانا مركبة ضوافر بينك. انا مش مركبه ضوافر عشان ما بحبش الضوافر، بس انجي عامله ضوافر بينك. وانا كمان الخلفيه بتاعت موبايلي لونها بينك. وكمان عشان نكمل التحدي هنحط مرطب بينك عندنا، يعني استني لو مش عندنا مش هنحط. حته صغيره كده على ايدينا الاتنين علشان ما تلزقش. فدلوقتي محتاجين ان احنا ننزل نشتري الحاجات اللي هنعمل بيها اصلا اليوم. فمحتاجين نلبس بينك عشان ننزل نجيب الحاجه اللي هناكلها. فتعالوا بينا نشوف هنلبس ازاي بينك. يا جماعة، اول اوبشن عندنا هو البنطلون البينك ده، بس انا مش عارفة البس عليه ايه عامة، فاخترت دي. بس انا حاسة ان هو لا، هي فيها بينك كتير عامه. كل التحدي بنلبسه. فيها كل حاجه، يعني فيها كل الستايلات تقريبا وكل. بس الفكره هنا ان هم بحسهم ان هم مش يوم ان انا انزل بيهم سوبر ماركت. وانا يا جماعه عندي 3 الوان ممكن اختار منهم. اول حاجه 3 حاجات. اول حاجه البلوزه البينك في الابيض دي. تاني حاجه مش عارفه ايه ده، البينك كله او بطيخي بس هنعتبره بينك. وكمان البلوزه اللي كلها بينك دي. فانا بصراحه مش عارفه هلبس ايه. فتختار قوليلي البس ايه. بس دي البلوزه دي فهلبس البلوزه وارجع لكم. يا جوجي اللي لابسه بينك زينا، تعالى هنا. لابسه بينك احسن مننا. فيا جماعه لبسنا دلوقتي، وانتي غيرت الاوتفيت، لبست بنطلون جينز عادي والبلوزه دي، وانا لبست البلوزه الغريبه دي اللي عاملاها زي البطريق اللي اول مره البسها في حياتي. يا جماعه بجد انا كنت لابساها عليا، كانت تحفه. روحوا شوفوها على الانستا، بجد كانت تحفه. حوشي ايدك، انا عامله زي البطريق فيها. دلوقتي المفروض وقت البرفيوم، فاحنا مش عارفين نحط برفيوم ايه. عندنا البرفيوم البينك ده، وعندنا الباد سبلاش ده. عندنا حل من الاثنين دول. فانتوا حطي باد سبلاش وانا برفيوم او العكس. لا هات السبلاش، مش هنروح. ده احلى بتاع ما بتطلعش عشان عرفت ان انت هتحطي منها. فدلوقتي هننزل السوبر ماركت نروح نشتري الحاجات اللي ناقصانا. يلا بينا. وانتي هاي. انتوا لا قاعدين على جنب كده. عشان جنب الشباك. معانا مريم مش عارفه جايه ليه وهي مش لابسه بينك. انت ليه مش لابسه بينك؟ لابسه بس في ورد بينك. ورد بينك. انا ما عنديش فساتين بينك. هاي. ما فيش هدوم حرفيا، احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه. بابا جايبنا هنا. بابا جايبنا هنا. البتاع فاضيه لسه. احنا فقراء. تحفه. جايين نعمل كل حاجه الا ان احنا نجيب حاجات بينك. حاجات مالهاش اي علاقه عامة. بس ده طقم. بنشوف طقم المطبخ. كل حاجه الا الحاجه اللي احنا جايين نشتريها. عامة احنا هنلف السوبر ماركت تاني عشان نجيب كل حاجة ملهاش اي تلاتة لازمة. احنا اصلا مش عارفة ايه اللي جبنا هنا. ده بص بكام. يا جماعة شوفوا حتى المدرسة الخطيرة دي. ويا جماعه وانا ماشيه في السوبر ماركت كده عادي لقيت ده. عارفين ده ايه؟ ده حاجه كوريه، واحنا لما عملنا الفيديو ما كناش لاقيين حاجه كوري. عشان احنا مش عايزين اندومي كوري. شايفين بجد كل الانواع موجوده. لما احنا مش عايزين فيه. شايفين بجد، يعني انا هزعلكم. جبنا كمان لون احمر عشان هنستخدمه. بننقل في العربيه. جبنا اندومي وصلصه عشان هنعمل بيه اندومي بينك. بجد احنا جايبين كل الالوان ما عدا اللون الاحمر البينك. وبصوا يعني
لا احنا مش لاقيين اي حاجه مرينا بالحصه. لازم اوريكم صدمتها وهي بتدور. لقينا الزيتونه عندك كرانشي دي. عايزين نجرب حاجات جديده. جماعه اغرب حاجه شفناها وبرده دوت. هنحط ده كفايه وفيها حاجات دي. لونها بينك برضه. بص احنا لقينا ايه؟ ليمون وردي ويوسف مشطشط. ده ازاي ده؟ هنجربها. جبنا الكريمه دي هنعملها مع الاندومي. في حاجه تاني؟ هنجيب دي. مش لاقيين اي شوكولاته بينك. مش لاقيين شوكولاته بينك فجبنا دي عشان رومه بس. جبنا وحاسبنا واحنا دلوقتي طالعين على العربية. بابا طبعا ومارينا عاملين فاوكي. فيا جماعه دلوقتي رجعنا اهو. اشترينا حاجات غريبه. دي حاجات لونها بينك بس غير النيلز بتاعت يا جماعة انا مغرمة بيهم بجد شكلهم تحفة. وكمان الحاجات اللي جبناها دي اللي هي الروز البامبرز الاريال والحاجات الاريال الاوكسي. انا مش عارفه اسمه ايه بتاع الغساله ده. المهم الحاجات دي للبيت. يعني بابا كان نازل معانا يجيب حاجه البيت اصلا وخدنا معاه فملهاش علاقه بالفيديو. احنا كنا هننزل اصلا لوحدينا بس بابا قال انا كده كده نازل تعالى. فملهاش علاقه بالفيديو. يعني الحاجات اللي جبناها مش هناكل منها المفروض. احنا هنحاول نمنع نفسينا ان احنا ما ناكلش اي حاجه في البيت لان هم عاملين اكل مارينا بتحبه. عاملين ملوخيه يا جماعه. المشكله ان هطبخ انا الاكل. الحاجات اللي جبناها دي هنتغدى وبعدين هنقسمها على الغدا والعشاء. نجرب شويه بعد الغدا وشويه بعد العشاء. فيا جماعه عشان اعمل الغدا جبت الطاسه حطيت فيها سمنه وحطيت عليها توم وقعدت اشوحهم لحد ما التوم اخد لون. وبعدين حطيت عليه صلصه عشان تديه اللون البينك. وبعدين حطيت عليه ميه سلق الاندومي وحطيت عليه كريمه كنا مشتريينها علشان تديه اللون البينك ده اللي انتوا شايفينه. وبعدين حطيت الاندومي مسلوق. طبعا لقيت الكريمه مش عامله حاجه حطيت معلقه تانية. وبعدين حطيت التوابل وبعدها حطيت الاندومي كان مسلوق علشان يبقى طعمه احلى يعني. وقعدت اقلب فيهم وده كان الطبق بتاع الاندومي او الغدا. فدلوقتي يا جماعه المفروض عملنا الاندومي البينك. هو كان بينك بس هو قلب احمر. فهنعتبره ان هو بينك. هو بينك فعلا بس هو بينك بس باين في الكاميرا اغمق. بس هو عامه في الطبيعي بينك. اصل احنا عندنا في مصر اللي هو البينك بالنسبه لنا اللي هو الوردي الفاتح. بس احنا قصدنا كل مشتقات الوردي عامه. الوردي او ده وردي ده وردي درجه من درجات البينك. وده وردي وبينك. يعني ده قصدنا بلون البينك. فالمفروض دلوقتي محتاجين عصير ناكله جنب الاندومي. نشربه جنب الاندومي. فمش عارفين عصير ايه. يعني عندنا 3 انواع عصاير. عامة 3 جداد علينا يعني. ده مقاطعة. استني نتأكد. احنا مش عارفين بصراحة اللي مقاطعة واللي مش مقاطعة. احنا عامة لفينا السوبر ماركت كله وما لقيناش اي حاجة بينك. اللي لقيناه جبناه. فما خدناش بالنا مقاطعة ولا لا غير لما رجعنا البيت. شويبس مش مقاطعة. معقولة؟ صدق انا كنت محسوبة انا كنت مجزمة ان هو مقاطعة. عندنا المفروض مشروب من ال3 دول نختارهم واحنا بنتغدى. ده بطعم ليمون وردي وده بطعم يوسفي مشطشط. انا مش الاسم ده غريب قوي. وده بطعم الرمان. ده شويبس بالرمان. انا عايزه اجرب اللي هو ايه اسمه ايه يوسفي مشطشط. فهنحط دلوقتي في الكوبايات وهنجربه. فيا جماعه حطيناه دلوقتي وهندوق معاكم. المفروض ده المشروب اللي في الغداء. المفروض لا في حاجة مشطشطة هنا لما بتبلعيه. في حاجة مشطشطة هنا. بص هقول بصراحة هو طعمه يصفي عادي. عارفين اليصفي عصير يصفي عادي. بس في الاخر في الاخر خالص كده بتحسوا وانتوا بتبلعوه بتحسوا سنة شطة. فمش هتحسوا بيها غير لو شربتوا كمية كبيرة مرة واحدة. فاهمين؟ بصراحة ما جبهوش عشان اشربه في مرة. ده الاندومي الطريقة دي مارينا اول مرة تعملها صح؟ المفروض كان يطلع بينك. مش مشكلتي اني ما طلعش بينك. ماشي. ايه رايك؟ طعمها حلو جدا. خلاص يا جماعه هنتغدى
ونرجع بعد الغدا نشوف الحاجات اللي هنجربها. فدلوقتي يا جماعه اخترنا 3 سناكس هنجربهم، وفي 4 تانيين بعد العشاء. تمام، فاختاري نبدا بايه؟ هادي بقى ديكم بزبادي شالوا حطوا كل حالاتي ياكلكوا وتروحوا السوق. هات البيضه من الصندوق، اوعى تاكلها متشطه ولا كمون. تمام، ده ايه بقى؟ ده عصير بالليمون الوردي. ليمون وردي، اسمه كده، اسمه غريب. اللي هتجرب الاول ما تعملش اي رياكشن. انتي هو واضح ان انت ما خدتش اي رياكشن. طعم غريب، طعم غريب جدا. جربي. للدرجة؟ طعمه خليط بين حاجات غريبة. انا بندم ان انا دقت. بس اولا في لسعة ليمون ده مبدئيا يعني، بس في طعمين تانيين كده. في ليمون، وفي عارفين حاجة من اللبان موربيلا. هو لبان موربيلا صح؟ حاجة بتعمل مثلا البطيخ كده. في طعم غريب قوي، اللي هو حاطين أطعمة مش لاقي على بعض. لا مش هجيبه تاني، مش هكرره تاني عامة. ثانية حاجة بقى ديكم زي دي شالوا حطوا كل حالاتي هي كتكوت روحوا السوق هات البيضة من الصندوق. انا كنت متشطة ولا كمون. ده اغرب حاجة شفته في حياتي حرفيا. احنا اصلا ما كناش فاكرين ان هو مصري ده مبدئيا. بص هو كله بيمشي على بعض، مفيش غير الجزء ده بس، فهنجربه. هو مش عارفة اوتوكسي سناكس بتعمل بابريكا بدون الوان صناعية، مكتوب كده بدون الوان صناعية جدا. شايفين الالوان الصناعية بترقص ازاي في جوه الكيس؟ طعمه حلو، شبه حاجة مصرية. الثانية ده اصلا مصري. لا حاجة تانية موجودة. حاجة كنا بناكلها في طفولتنا عامة، بس طعمه حلو قوي عامة. طعمه حلو جدا يا جماعة. اخر حاجة هنجربها وهو الكب كيك الذهبي ده اللي محشو بمربى فراولة. ايه ده؟ خدت الصدمة بقى. يا عيو خدت الصدمة. انت واخدة الفراولة كلها. عندك فراولة على فكرة. بصوا هندوق طعمها دلوقتي. نايس. حسيت لا طعمها حلو جدا. الحشوة اللي فيها تحفة وكتيرة مش زي ناس. نوعها حاساه حلو جدا. فيلا اقول لكم طريقه السوري باللون البينك. اول حاجه هجيب لكم المكونات كلها في الديسكريبشن بوكس تحت، وبعد ما بحط المكونات الجافه بحط اللون وبخلط كده. باين فاتح واغمق من كده بكتير عامه. وبعد كده بفرده، بقطعه 4 حتت وبفرده، وده شكله وهو طايب بعد ما استوى يعني. وكده هسيب لكم برضو الطريقه في الديسكريبشن بوكس. وبعد كده ندخل على الحشوه من جوه، وهنبدا بالتوميه. التوميه طبعا انتوا عارفين ان هي قد ايه بتبقى سهله وبسيطه، فهكتب لكم مكوناتها تحت. بعد ما بنحطها بنحط شويه مكونات في الخلاط وبنضربه، وهسيب لكم برضو مكونات في الديسكريبشن بوكس، وده بيبقى شكلها النهائي، بتبقى خطيره. بعد كده يلا نبني الساندوتش بتاعنا. بنحط العيش، بعد كده التوميه. جماعه بجد التوميه كان طعمها خطير زي اللي بره بالظبط، ومش تجميل يعني، بس هي كانت فعلا خطيره. بعد كده حطينا كاتشب مارينا برضو عاملاه، وكان طعمه تحفه. طبعا تقدروا تستخدموا كل حاجه من بره. وبنحط المكون الاساسي وهو البطاطس، وبنحط خيار مخلل، وبعد كده بنلف ورول كده وبنحطه على طاسه ياخد الشكل الجميل ده. وبس كده، يلا بينا ندوق عشان شكله المهم دلوقتي زي ما انتوا شفتوا ان احنا عملنا سوري بينك، فهندوق سوا نشوف شكله. كل درجات البينك موجوده في الساندوتش ده. بس بصوا، اول حاجه التوميه، والعيش عملناه بالبينك دي محدش عاملها. ايوه تحفه زي بتاع بره. عاملينه من الالف للياء في البيت، وطعمه زي اللي بره. احسن حاجه في اليوم هو الساندوتش ده. كل حاجه حلوه الفيديو كله حلو عامه. فيا جماعه للاسف الفقره دي صورناها وطلع الموبايل مش بيصور، فهنضطر نعمل لكم نفس الرياكشن اللي احنا عملناه، او هنقول لكم يعني دلوقتي وقت يعني المفروض السناكس بعد العشاء. تمام، بس هي عامه اتاكلت. عندنا اول سناك اللي هي كانت توينكز، واكتشفنا بالصدفه ان هي كلها مش بينك، كلها نصها فانيليا والنص التاني بينك اللي هو فراوله. فاحنا دقنا الجزء اللي فيه بينك
دقناه يعني، مش هينفع ندوق تاني، هنجيبه منين؟ فكان طعمه حلو جدا وعجبنا جدا، وانا اديتها 10 من 10. وانا اديته 10 من 10 ونجمة بتضحك. تمام، دلوقتي هندوق الشويبس وهنعمل لكم نفس الرياكشن، نفس الكميه اللي خدتها عشان انا مش قادره اشرب حاجه دلوقتي. نفس الرياكشن. عامه انا عجبني وحبيته علشان حسيت طعمه حلو. ما عجبنيش الحبيبات اللي فيه بتاعه الرمان دي، ما عجبتنيش ابدا. في لزعه ما عجبتنيش خالص. لزعته قويه شويه بس هو حلو. انا دي 8 من 10 اديته اصلا. انا 6 من 10. والتالت حاجه جربناها هي الكرانشي ده. اولا طلع مقاطعه محدش يجيبه، محدش يقرب ناحيته. ثانيا طعمه زي القرف. يعني انا مش هدوق تاني بجد. اكتشفنا في الفيديو ان هو منقطع، جربناه يعني على تطبيق قضيتي، فانا هدوق لكم طعمه. بجد طعمه لا يطاق. واحنا اصلا كنا نحسبه تايجر عشان تايجر كان بيبقى طعمه تحفه. لا محدش يجيبه. حاساه كاري بس حرفيا نفس الرياكشن اللي هي عملته عنها. محدش يجيبه، محدش يقرب ناحيته بجد، طعمه بشع. 0 من 10 عشان مقاطعة. واخر حاجه كان البيك ستيكس. البيك ستيكس ده كان بطعم الحمص الشامي المصري. طعمه غريب عجيب غبي. عامة هدوق. انا مش هقدر ادوق. احنا الاتنين عملنا نفس الرياكشن. عامة طعمه وحش قوي. دماغكم كانت فين وانتوا بتصنعوه؟ عامة هو مكتوب عليه لفترة محدودة، واحنا ما خدناش بالنا هو طعمه ايه غير لما جينا البيت، عشان احنا خدنا اي حاجة لها بينك، عشان احنا ما كناش لاقيين اصلا حاجات. يعني احنا اي حاجه بدنا بينك، احنا لفينا المول لفينا السوبر ماركت كله بندور على حاجه لونها بينك. عامة هقول لكم طعمه ايه. طعم اللي منه اللي شبهه بالظبط زي الطماطم كده، بس وانتوا بتاكلوه في الاخر هيديكوا لذعة الشطة بتاعت الحمص الشامي المصري. هيدوكوا لذعة وحشة جدا بالشطه. يعني انتوا لو بتشتروا محمص شاي بالشطه نفس اللذة دي. الفقره دي ما عجبتنيش. يعني فقره السناكس اللي كانت قبلها، التونكس دي احسن حاجة، هي والشويبس. انا هي التوينجز بس اللي عجبتني. الفقره اللي قبلها كل حاجه عجبتني ما عدا حاجه، وكانت يعني مش وحشه. فيا جماعة لو عايزين لون معين اكتبوا لنا اللون اللي انتوا عايزينه في الكومنتس تحت، نعمل الفيديو الجاي وهنلم الكومنتات اللي شبه بعض واكتر لون مكتوب في الكومنتات هنجمعه وهنعمل الفيديو الجاي في السلسلة دي. وبس لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشارات، باي.